نعم، يلزم أن نشيد برجل تواصل بامتياز السيد عادل عمروج الذي أصر على أن يتواصل مع الجمهور المغربي. سي عادل عمروج، سعداء جدا أن نتواجد معكم اليوم قبل الحصة التدريبية لمنتخب تنزانيا. هذا واجب علينا باش نرحبوا بكم خوتنا، وكما نقول لك دائما بالفرح والسرور. يعني حبيت برش نوجه رسالة للأصدقاء والأحبة يعني كل في المغرب، باش نقول لهم إن شاء الله ربي يوفقنا الكل، كالمنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، المنتخب التونسي أيضا. إن شاء الله تكون مربوحة علينا الكل هذه كأس افريقيا، وحنا نتعلموا مع الكبار كما نقولوا دائما، وان شاء الله ربي يسهل على كل واحد. شكرا سي عادل عمروج، نتمنى لك التوفيق ايضا في مشوارك رفقة منتخب تنزانيا، منتخب الطيفة ستارز هنا في الكوت ديفوار في مدينة سان بيدرو. نعم. عادل، تنتظركم مباراة قوية جدا يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة 6 أمام المنتخب المغربي. كيف تحضرون لهذه المواجهة، وهل تعتقد بأنكم قادرون على الخروج ولو بنقطة أمام المنتخب المغربي؟ شوف، الملعب يقعد واقع اخر، يعني على الورق صحيح، وحتى نوعيه اللاعبين صحيح، ولكن كرة القدم فيها دائما مفاجآت. يعني لو نحضر روحي باش نهازم، ولا نحضر روحي باش يعني ما نديرش نتيجه، علاش نكون مدرب؟ تلعب كاع الاوراق تاعك، ومن بعد كلش يقدر يحصل في الميدان. نعرف واش عندي في الفريق تاعي، ندير الخطه اللي تساعد على حساب اللي عندي نوعيه اللاعبين. ولكن في بعض الاحيان المدرب يكون يتيم، يخصوا اللاعبين، تكون عندك يعني مئات تاع الافكار، ولكن ما عندكش لاعبين اللي يطبقوا الافكار هذو داخل الميدان. يكون من الصعب باش تواجه. تقعد دائما، ما نقولوش الزهر، ولكن نقولوا نوعيه اللاعبين هي اللي تدير الفاصل، لان المدرب يدير سيناريو، لكن اللي يلعب داخل الميدان هو اللاعب. فهمت؟ الممثل الرئيسي هو اللاعب مش المدرب. هل تملك الاسلحه اللازمه لمواجهه المغرب؟ اسمع، اعطيني مزور وبلال ونفرجك، نعطيك ريزولتا على النتيجه من قبل. سعود اليك بلال. هل تملك الاسلحه اللازمه لمواجهه المغرب، وهل تعتبر خسارتكم امام المغرب في تصفيات كاس العالم حافزا اضافيا يعني من اجل الثأر؟ لا والله، انا في رايي الخاص انهزمت بالنتيجه، ولكن تعرف قوه الاتحاديه تاع واسمه المنافس تاعنا، راهم قوه الان في افريقيا، قوه ضاربه يعني في كره القدم. فهمت؟ والانسان كل واحد وقته. احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعه 2 زوالا، نلعبونا هما على 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هم اللي هم يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الامور تاع الكره تاع افريقيا. واش تحب نقول لك، انا نتبعوا، احنا من المتتبعين الان. يعني حبيت تقولي بانك كنت تريد اللعب في وقت الظهيره، ولكن فرض عليكم اللعب ليلا في مباراه المغرب. ايه، وعدنا في البلد، ايه فرض الكلام، ايه فرض. يعني هم الان يفرضوا نفوسهم. فهمت؟ هذه الامر، ما عندك وديروا الحاكم ايضا يفرضوا هما، يختاروا هما. لهذا راح تلعب يعني ضد منتخب كبير، وتلعب ضد امور اخرى الخفيه. فهمت لي؟ تاع كره القدم. هل تتخوف من الكولسه في كاس افريقيا؟ انا اشوف، انا بحكم يعني الفريق تاعي، ولا تشوف يعني معدل العمر هو اصغر معدل العمر في كل المنتخبات اللي تشارك في افريقيا. اوكي، يعني ما عندناش نفس الاهداف، ولكن مانيش رايح باش كما قلت له انا باش واحد ياخذ سيلفي مع اللاعبين ولا. فهمت؟ رايح نلعبوا مباراه باش يتعلموا اللاعبين هذوما، والنتيجه تقعد داخل الميدان. يعني ماناش داخلين باش نسهلوا المأمورية تاع المنافس، حتى هما يعرفوا ايضا باللي ماناش ساهلين. ويعني ولا باش تأهلنا يعني بعرق جبيننا بدون كولسه ولا بدون مساعده تاع من طرف اخر. لهذا ربما الان ماناش مع المنتخبات الكبيره، ولكن يعني خدمنا باش نكونوا في هذه الدوره، وان شاء الله نديروا اللي علينا ونحضروا في منتخب تاع مستقبل ايضا.
كوتش، سمعنا بأنك كنت تريد أن تقيم معسكر تدريبي في الجزائر قبل نهاية كأس أفريقيا، ولكن هذا الأمر لم يتم وتم تغيير التربص في آخر لحظة إلى مصر. ما الذي حدث بالضبط؟ لا سمعتم كان واقع لا ده واقع. دائما انا نقول لك على كان امور اللي انسان ما انا كرياضي ما نحبش نتكلم عليهم، لان نحبط المستوى. لو نتكلم على امور كيما هذه، كان ناس السياسه ناسا اوكي، وفي السياسه الاتحاديه ناسا، وفي السياسه الدوليه ناسا. احنا ناس تاع ميدان صحيح طلبوا منا باش احنا كانت في الاول باش نديروا التربص تاعنا في الجزائر، ولكن في اخر المطاف غيرونا. دائما الناس اللي راهي يعني راهي عندها تاثير كبير في الكره الافريقيه، يعني بحسن العلاقات اللي عندهم على الاتحاديه تاعنا، يعني غير من الجزائر الى كانت في المره الاولى الى الامارات، وانا رفضت باش نمشي الامارات. يعني اخر المطاف فهمت باش نمشوا للقاهره، مشينا للقاهره. ولكن لو كانت ليا كنت نعسكر في الجزائر، لان كنت مبرمج مباريات وديه في تونس مع منتخب موريتانيا، مع منتخب كافيرد، ومع نادي اندرلات. يعني كان عندي وقت باش نحضر، يعني في قرب مسافه نقدر نلعب مع منتخبات يعني في تبرقه، يعني في تبرقه، ونرجع للمعسكر في عنابه. يعني كان هذا هو البرنامج تاعي، ونجي اسبوع قبل المباراه، لان اسبوع قبل الدوره وهذا يكفيني. يعني هذيك الكلام كثير على الحراره وعلى الرطوبه، الانسان يتعود، يعني بعد 4 ايام يتعود الانسان في كل مكان. كوتش، مجموعتكم تضم إلى جانب المغرب تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا. أين تصنف أنفسكم في هذه المجموعة؟ يعني هل أنتم قادرون على التأهل إلى الدور الثاني؟ ما هو هدفكم من هذه المشاركة، مع العلم بأنه الفوز في مباراة واحدة يمكن أن يكفيكم للتأهل إلى الدور الثاني؟ زامبيا، أين تصنف أنفسكم في هذه المجموعة؟ يعني هل أنتم قادرون على التأهل إلى الدور الثاني؟ ما هو هدفكم من هذه المشاركة، مع العلم بأنه الفوز في مباراة واحدة يمكن أن يكفيكم للتأهل إلى الدور الثاني؟ شوف، الجواب هو الجواب تاع الاسئله تاعك في السؤال اللي عطيته لي. فاهم؟ لو كنا تحب نسمعك تاع بكري، هذيك المهم المشاركه. هذيك اباك صرعونا بها تاع المهم المشاركه. انا مانيش مهم مشاركه، احنا نلعبوا، نقدروا يعني نصادفوا، يعني نخدعوا في اي منتخب. وما تعرف بلي ما نحبش نتكلم قبل المباراه، يعني داخل المباراه خليك يلحق مباراه، لان اللاعبين مش المدرب. انا نقول لك اللاعبين هما صح، المدرب يبرمج يدير ويختار اللاعبين، ولكن بدون لاعبين المدرب فقير. صديقي تسمع فيا اخويا، هذا اليوم تاع المشاركه هذيك، المهم المشاركه نحاوها اليوم. مام الميور تروازيام tu peux gagner un match, تروح للويتيام فينال. جو سي بلي vous êtes capable، سواء ستاف سواء ليكيب تاعك. أدلى مدرب المنتخب الوطني التنزاني الجزائري عادل عمروش بتصريحات خطيرة ومستفزة لأحد برامج القنوات الجزائرية قبل 3 أيام عن مواجهة المنتخب الوطني المغربي ونظيره التنزاني بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية. وقال مدرب تنزانيا: على الورق منتخب المغرب مرشح، لكن واقع أرضية الميدان شيء آخر، ولا يوجد مدرب يحضر لمواجهة ما من أجل خسارتها. نوعية اللاعبين تشكل الفارق، والمدرب يكون في بعض الأحيان يتيم ومجبر على استعمال خطط معينة تناسب ما يملكه. هزيمتنا أمام المنتخب المغربي في تصفية كأس العالم كانت بالنتيجة، وهي نتيجة ساهمت فيها قوة اتحادية منافسينا. المغرب حاليا قوة ضاربة في كرة القدم، وهو من يسير حاليا شؤون الكرة الإفريقية. كنا نريد لعب مباراة دار السلام على الساعة 2 زوالا، لكن أجبرون على اللعب على الساعة 8 مساء. المغرب من يختار حكام مبارياته، والاتحادية المغربية تفرض نفسها على الجميع.
وأضاف: لدي منتخب شاب وليس لدينا نفس الأهداف من المشاركة كالمنتخب المغربي، لكننا لن نلعب أمامه من أجل أخذ صور سيلفية. أردت برمجة معسكر تدريبي في مدينة عنابة بالجزائر قبل كأس إفريقيا، لكن بسبب تدخل هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون تأثيرا كبير في الكرة الإفريقية وعلاقات جيدة مع الاتحاد التنزاني، تم اقتراح تغيير مكان المعسكر إلى الإمارات ثم مصر. المنتخب التنزاني قادر على خداع أي منتخب، ولسنا ذاهبين من أجل المشاركة فقط، وكل شيء سيكون متعلق باللاعبين. واختتم بترشيح الجزائر وسهل العاج للفوز بالبطولة. يذكر أن مدرب المنتخب التنزاني عمروش قد مر في قناة الرياضية المغربية 24 ساعة قبل هذه التصريحات، وكان قد أبدى حبه ومساندته للمنتخب المغربي وتمنى لهم الحظ الأوفر، إلا أنه وفي ظرف 24 ساعة تغيرت تصريحاته جملة وتفصيلا. فما هو الدافع لهذه التصريحات؟ وما الذي جعل المدرب يغير أقواله ويتهم المغرب باطلا؟